السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد على القناة. عواشر مبروكة، عيد مبارك سعيد، يا ربي تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكنتمنى إن شاء الله عيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية يا ربي، أينما كانوا. بسم الله. هذا الفيديو كما كتشوفوا غنشارك معكم حرشة بسيطة وبمقادير متواجدة في كل بيت وسهلة. كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غنبداو في المقادير. الان نبداو في المقادير. غادي نضيف 4 كؤوس من سميده ديال الحرشه، وغنضيف القليل من السكر والقليل من الملح، يعني شويه شويه. كذلك غنضيف معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، ممكن تضيفوا معلقه صغيره او نصف معلقه ديال الخميره ديال الدار. انايا ما استعملتهاش لانني بغيت الحرشه تجيني شي شويه مقرمشه، ما بغيتهاش تجي رطبه. اما الا بغيتو تجي رطبه نضيفوا القليل من خميره ديال الدار. وكذلك الماء اللي غتخلطوا به يكون دافي بحال باغيين تعجنوا. الا بغيتوها تجي رطبه، انا ما بغيتهاش تجيني رطبه، غندير الماء بارد وغادي نستعمل فقط الخميره ديال الحلويات. غنضيف كأس ديال الزيت بالعبار ديال الكأس ديال العنبه. هذا الكأس اللي كتشوفوا فيه تقريبا عندي بحال الكاس ديال العنبه، هو باش تنعبر، ولا ممكن تعبروا بكاس ديال دانون. ممكن هاد الحرشه تنسموها يعني كيف ما بغيتو بفاني او بماء الزهر، لكم الاختيار. صافي في هذه الاثناء كيف ما شفتوا انا غادي نبقى ندخل داك الزيت مزيان، ندخلوه في الحرشه هكا. عاد ضفت خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. صافي. وبالنسبه للماء غنضيف 2 كؤوس ونصف تقريبا، 2 كؤوس ونصف تقريبا 3. الا كانت عندنا السميده تتشرب، انا استعملت 2 كؤوس ديال الماء. الا مثلا في حالتي الا كثرنا الماء ممكن نخليها تشرب شي شويه. صافي. وانا كنخلط كنستمر التخليط فقط برؤوس الاصابع، تندخل الماء مزيان في العجين. سهله يعني هاد الحرشه سهله واقتصاديه بزاف، بمقادير بسيطه، بدون حليب وبدون خميره. حتى ممكن الناس اللي تيبغيوها تجي مقرمشه ممكن يستغنوا على الخميره نهائيا، لا بالنسبه ديال الحلويات ولا بالنسبه لديال الدار. ولا تبعتوا يعني هاد المقادير غادي تجيكم تماما بحال ديال الزنقه. ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم حرشه بالخميره ديال الدار، ويعني الا بغيتوها على شكل تجي رطبه. صافي. في هذه الاثناء انايا غنكون دهنت المقلب بشويه ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا انا استعملت هاد البلاستيكه فقط باش تجيني ساهله، غنقرصها فوق منها وتجيني ساهله باش نقلبها. صافي. غنضيف القليل من شويه ديال السميده، قليل من السميده. دابا غنستمر في وضع السميد. نحاولوا ما نكثروا السميده بزاف، لان الا كثرناها يعني في اثناء الطياب غادي تحرق لينا ديك السميده. صافي. دابا غادي نقرصها. حاولوا يعني انايا هكايا فضلت نديرها فوق شي بلاستيكه باش كتجيني ساهله باش تنقلبها. كيف ما كذلك ممكن يعني تستعنوا باي حاجه هكايا باش تجيكم ساهله باش ملي تقلبوها. وكنضيف السميده يعني ملي كنبغي نقرصها لتحت، وكذلك كنضيفها الفوق باش تنقرص. ضروري تندير شويه تاع الرش وتنكمل التقراص على هاد الطريقه. دابا انا قرصتها غادي نقلبها وغنكمل التقراص يعني على المقله. كيف ما ممكن تقرصوا مباشره، ولكن انا كنفضل هاد الطريقه احسن خاصه المبتدئات. صافي. غنكمل التقراص
تنحصل على يعني على السمك اللي بغيت. بالنسبه انايا هنايا ضفت كيف ما قلت لكم تقريبا نصف كيلو، 5 كؤوس ديال السميد، يعني يعادل نصف كيلو تقريبا. ودابا غنحطها فوق البوطه على نار متوسطه، وكل مره يعني كنبقى كندور المقله، وملي كتكون طابت شي شويه الحرشه راه كتبقى هي بوحدها كدور، كنبقى كندورها باش كطيب من جميع الجوانب، وكنتقبها من الوسط باش كيتنفس وما كتنفخش الحرشه. دابا من بعد ما طابت على الجهه الاولى غنقلبها على الجهه الثانيه، الوجه الثاني، يعني ضروري تستعنوا بشي حاجه باش تقلبوها بشويه. حطيتها ودابا غنخليها دابا غنرجعها طيب على الجهه الثانيه. وما تنساوش تنظفوا المقله، يعني الا كانت فيها السميده هكايا من الاحسن تنظفوها باش طيبوا على الجهه الثانيه، كنمسحوها بشي منديل ولا شي حاجه. يعني دائما انا كنظفها باش ملي تنقلب على الجهه الثانيه باش كتجي هكا محمره احسن. الا بغيتو نشارك معكم الحرشه اللي كتجي هكا رطبه وكتجي حمراء، لان اللي كتعطيها الحموريه بزاف اللون هي الخميره ديال الدار كتجي حمراء، مقارنه مع هذه اللي ما كتكونش فيها الخميره بزاف. صراحه المذاق ديالهم بجوج كيجي زوين. الفرق هو ديال اللي كتكون فيها الخميره ديال الدار كتكون رطبه، وهذه شي شويه ما كتكونش رطبه. ان شاء الله نتمنى نشاركها معكم، ولو بغيتي نشاركها معكم في اقرب وقت ما تنساوش تخلي لي رايكم في التعاليق، ان شاء الله نشاركها معكم. صافي كنستمر هكا يعني كنبقى كل مره كندورها، ملي كنبقى مقابله الحرشه حتى كطيب كنبقى كنقلب على جميع الجوانب باش تجيني يعني متساويه في الطياب حتى لهنا. يعني كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الحرشه ديالنا طابت صافي، يعني كتجي المذاق رائع، وكتجي بحال ديال المحلات كما كتشوفوا شاده في راسها. شفتوا يعني ما كتقسم حتى شي حاجه. تبعوا فقط هاد المقادير ويعني هاد الخطوات، وسهله واقتصاديه وبصحه والراحه. ممكن ترافقوها يعني بالعسل ولا الزبده، لكم الاختيار. شفتوا كيف ما كتجي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. الا بغيتوني نشارك معكم اي وصفه ما تنساوش تخلوا لي يعني الراي ديالكم في التعاليق، واللي جرباتها تكتب لي. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. عواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا ربي. إلى اللقاء في أمان الله، مع السلامة.